السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني وحشتوني. قبل اي حاجة نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض الفيديو ان شاء الله باذن الله. هنعمل مع بعض السمك البلطي، مش هنشوي ولا هنقلي، هنعمله مع بعض في الصلصة. تمام. بصوا، احنا هننضف السمك مع بعض. تقريبا ده حوالي 2 كيلو سمك بلطي اهوت. هنضفه وهنقعه بقى ايه بالليمون بقى والخل والدقيق بقى، كله هنقعه كده يعني، فاهمين؟ لمده قولي نص ساعه كده. تمام. هنجيب بقى عشان هنعمل الصلصه بتاعتنا. طبعا انا فرمت طماطم وصفيتها، وجبت بصلايه مقطعاها، مش فرماها على الكبه ولا عاملاها بالمبشره، مقطعاها تقطيع صغير كده على ايديا. تمام. ودي طبعا بصل كده هنقطعه شرايح رفيعه. انا ماسكه التليفون. جوانح كده رفيعه. ومعانا برضو الفلفل زي ما انتم شايفين كده. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك ويكسل وما يحطش اللايك. بالله عليكم يا حبايبي حطوا اللايك. اللايك بيرفع الفيديو. انتوا تحطوهم فين؟ لو بتحبوا ام حنين يلا حطوا صلي على النبي اللايك. الخير. تمام كده. تفضلي بقى ايه تعملي حوالي بصلتين 3 كده، شرايح رفيعه. تمام زي ما انتم شايفين كده. تمام. البصلايه بقى احنا مش هنحمرها، البصلايه احنا هنديها يعني لون بسيط كده، اصفر بسيط، ونتبلها بسيط كده. طبعا احنا فارمين الطماطم، هننزل بقى ايه بالطماطم برده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ده الفلفل برده كهو. ومتشكره جدا 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 على الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي، بتشجعوني وبتقولوا انتوا بتتابعوني من اي بلد. ميرسي جدا جدا، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. زي ما شايفين كده يعني كم قرن فلفل كده. عايزاه بقى يكون فلفل اللي هو الرومي، فلفل سبايسي براحتك يعني، دي حاجه براحتك انت. تمام. هي بقى خدتش لون، هي لونها دبل بسيط كده. ونزلت بالطماطم. الطماطم ديت انا مصفياها في الصلصه بتاعتنا بتاعت السمك زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنحط برضو التوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. نسيبها بقى تتسبك. طبعا انا نضفت السمك ونقعته حوالي ساعه زي ما انتم شايفين، زي الفل ونضيف زي الفل اهو. لا انا نضفته. تمام كده. لازم الحته اللي هي فوق دي يا جماعه تتشال، عشان الحته دي بتعمل زفاره، بتدي زفاره للسمك. الحته اللي هي عند دماغ السمكيه من فوق. تمام. جبت دقيق، حطيت عليه معلقتين نشا، شويه ملح وشويه كمون، بهرته يعني. طبعا معانا بقى ايه، الميه ديت ميه ساقعه. تمام. يعني هنحط السمكيه في الدقيق، وبعد كده ننزل عليها ايه في الميه ونشيلها على طول. ليه بقى الحركه ديت بتمنع ان الدقيق يبقى كتير يعني تقيل كده على السمكيه، عشان احنا هنحط في صلصه هيبقى تقيل قوي. يا دوبك بس كده تنزلي منه دقيق بسيط كده وتقومي رايحه شايلاه. زي ما انتم شايفين كده. جربوه بس على طريقتي وهيعجبكم جدا والله. بس كده. واخد الوقت، هو واخد كده من الدقيق حاجات بسيطه صح. هتيجي تقليه هيبقى مش عليك كميه دقيق كتيره. ليه؟ عشان احنا هنحط في الصلصه ما يبقاش كده يعني تقيل قوي ودسم قوي زياده عن اللزوم يعني. تمام. خلصنا الكميه بتاعتنا اهي. طبعا احنا حاطين الزيت بتاعنا، مش شرط يكون زيت كتير يا جماعه يعني، مش شرط. انتوا عارفين الزيت غالي اصلا اليومين دول. ربنا يا رب يعدي الايام ده على خير، والله الغلا اللي احنا فيه ده. تمام. حطيت الزيت. طبعا التسبيكه بتاعتنا على النار اهي زي ما انتم شايفين اهي شغاله على النار اهي. طبعا هنجيب التوابل بتاعتنا دلوقتي اهو، ملح وفلفل اسمر وكمون وشويه كزبره ناشفه. انا ما بحطش بهارات اكتر من كده. عايزه انت حبيبتي تضيفي بهارات تانية براحتك. تمام كده.
نسيبها بقى ايه مع نفسها كده تتسبك. احنا برضو بنقلي السمك اهو. طبعا احنا مش هنقلي السمك سوا كامل، نص سوا. ليه؟ عشان احنا هندخله الفرن لسه هيكمل سوا برضو جوه الفرن. يا دوبك بس كده يعني يتشمع كده التشميع بسيط وما يستويش سوا كامل زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهوت. ده لو شوف ناس كانت بتسقط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهو يا حبايبي. طبعا انا بعمل السمك وبروح احطه على النار على طول اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الميه ديت ميه صفرا. ليه؟ انا حاطه كركم، يعني حاطه معلقه صغيره كركم مع الكمون مع الملح مع الدقيق مع معلقتين النشا عشان يديله برده نسبه قرمشه شويه كده. بتاع الشغل مصفر ازاي؟ اه زي ما انتم بابا شايفين زمان مش كده عايز اهو. يعمل ميت. ليه؟ عشان بعد كده يبقى يحافظ على الرطر ومش يكسره. صح؟ مش يكسره. جربوا بس كده على طريقتي بجد تحفه تحفه تحفه. من الشركه خالص كده مش عليه دقيق كتير زي ما انتم شايفين كده. هتشحنه بكام بقى؟ 100. حلو. كده كده بتعملي ب 100 كارت صح؟ تمام كده. طبعا بقى انا كنت مقطعه فلفل وبصل، شرايح بصل كده وشرايح فلفل جوانح كده، وطبعا نزلت عليهم بالتسبيكه زي ما انتم شايفين كده. تاخد غلوتين كده برضو واطفي عليها على طول. اه دي التسبيكه بتاعتنا اللي هي الصلصه بتاعت السمك. اه يا حبايبي اكله بسيطه جدا وسهله والله يعني ما اخدتش معايا ساعه، يعني عملتها على طول ان شاء الله يعني. طبعا السمك انت بتطلعيه على مناديل المطبخ عشان لو في اي زيوت في اي حاجه المناديل بتشرب الزيت. طبعا ازودها بس كوبايه ميه، هي غلوه واحده واطفي عليها، هي كده خلاص الصلصه بتاعتنا اتسبكت. جربوها كده تحفه تحفه بجد بجد جميله. تمام اهو. انا مش عايزاه يستوي سوا كامل زي ما قلت لكم، نص سوا والباقي هيستوي بقى في الفرن. ولو كان جاب لها الثلاجه كانت هتتريق على بنته كده برضو؟ لا كانت هتتريق. اذا كانت اتريقت على خالد السيد اللي ماسكها تليفون. هي قالت الاصل شويه. هي مش ضحكت عليه. يا ريت اتريقت. مش اصيله. مش اصيله. تمام. هنجيب بقى مع بعض الصينيه بتاعتنا اهي يا حبايبي. هننزل بنص الصلصه بتاعتنا كده في ارضيه الصينيه. طبعا مش هنحط بقى ماده دهنيه ولا اي حاجه، هو مش مستاهل بقى يعني، كفايه ان هو معمول اصلا مقلي شويه هيبقى دسم جدا زياده عن اللزوم. هو كده حلو قوي. حتى انا مش مكتره زيت في الصلصه برده ولا ماده دهنيه خالص. طبعا هنجيب السمك بتاعنا وهنرصه زي ما انتم شايفين كده اهوت. بجد يعني كانت احلى صينيه بجد، تشاهي جدا. تسلم ايديا وتسلم اللي كل منها، كلهم شكروا فيها وجميله قوي يا ماما، حتى عجبت جوزي برضو. اهو زي ما انتم شايفين. بترصي بقى السمك كده الكميه اللي انت عايزاها. ممكن تعملي الصينيه دي بسمك، اي نوع سمك انت بتحبيه، مش لازم شبار، يعني اي نوع سمك. اهو تنزلي بقى بكميه الصوص الصلصه اللي معانا دي برضو اهي. تمام كده اهو. تفضلي بقى تنزلي كده. ولو عندك فلفل بقى حامي برضو عايزه تقطعيه كده طرنشات على الوش الصينيه عادي برضو، دي اختياري براحتك اللي انت عايزاه. بس انا حاطاها يعني، حاطه الفلفل وحاطه البصل، حاطاه في قلب الصلصه زي ما انتم شايفين. تمام كده. هندخلها بقى ايه على الفرن. طبعا يعني ايه هتستوي برضو، نسبة السمك لسه ما استوتش سوا كامل. هندخلها برضو ان هي تستوي برضو شوية وتاخد وش وخلاص على كده.
سهله وبسيطه جدا خالص اهي. طبعا احنا معانا كيلو رز، حطينا الماده الدهنيه بتاعتنا، وحطيت الرز طبعا شوحته كده، وحطيت الملح. وبعد كده ايه سيبه بقى يستوي. الصينيه بتاعتنا طلعت اهي، والسمك اخد لون زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، والرز بتاعنا حطيته على النار اهو. والرز بتاعنا استوى اهوت، والسمك بتاعنا طلع بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بجد جميل، تحفه تحفه. ومستوي وجميل جدا يا جماعه، جربوه على طريقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبايب قلبي.